حبيبي عبادك يا رب. النهارده احنا في مسجد هو ثالث اقدم مسجد في مصر، بنى من كنز مدفون، والمكانته التاريخيه العظيمه كلنا شايلين صوره في قلوبنا. وعشان نعرف تفاصيل اكتر يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. المسجد اللي احنا فيه النهاردة واحد من أشهر مساجد مصر الأثرية، واللي له طابع خاص، ويعتبر من المساجد المعلقة لأنه مبني فوق ربوة صخرية كانت تعرف بجبل يشكر، حيث تم بناؤه سنة 263 هجرية 877 ميلادية في مدينة القطائع، ليصبح ثالث مسجد جامع بني في عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط وجامع عسكر بمدينة العسكر. وهو يعد أقدم مساجد مصر القائمة لأنه حتى الآن بيحتفظ بحالته الأصلية مقارنة بمسجد عمرو بن العاص اللي توالت عليه إصلاحات غيرت من معالمه. والمسجد بتبلغ مساحته حوالي 6.5 فدان، وتم بناؤه على طراز المساجد العباسية وخاصة مسجد سامراء بالعراق، وده طبعا واضح جدا في مأذنته اللي بتعتبر المأذنة الفريدة والوحيدة على مستوى مساجد مصر كلها. والمسجد عبارة عن صحن مكشوف مربع تقريبا يحيط به 4 أروقة أكبرها رواق القبلة، ويتوسط الصحن قبة محمولة على 4 عقود يتوسطها فسقية، وقد تم كتابة آية الوضوء داخل تلك القبة. وللمسجد 21 باب لتسهيل الوصول للأسواق والمساكن اللي كانت حول الجامع قديما. ويقال أن المسجد تم بناؤه من مال تم العثور عليه تحت أقدام الفرس اللي كان ركبه صاحب المسجد أثناء تجوله في الجبل، وإن اللي حدد مكان المحراب فيه هي رؤية لصاحب المسجد شاف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بيحدد له مكان المحراب الحالي اللي تم بناؤه بالفعل تنفيذا للرؤية. وطبعا لأن المسجد ده له رونق خاص لأنه من أبرز معالم مصر السياحية والأثرية الباقية حتى الآن بحالتها الأصلية، تم وضع صورة المسجد على العملة المصرية فئة ال5 جنيه في أكثر من إصدار حتى وقتنا الحالي. يا ترى عرفتوا احنا كنا فين؟ احنا النهاردة كنا في مسجد أحمد ابن طولون بحي السيدة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.